انا وانت واي حد لما بيعمل حاجه جديده ومختلفه بتلاقي ناس كتير ركزت معاك والموضوع اختلف عن قبل كده. اهو ده بالظبط اللي تم مع شركه دايو الكوريه بعد سلسله اصدارات منها لعربيات دايو التقليديه، سواء كانت زاز او سيلو او سبيرو، وده مع الاختلاف وبدايه انتاجها لدايو ماتيز، واللي تعتبر واحده من اهم عربيات دايو واكثرها انتشارا وتداولا لحد النهارده. دايو ماتيز تم انتاجها من سنة 1998 لسنة 2002 من شركة دايو، ومن سنة 2002 ل 2005 من جنرال موتورز، واخر انتاج ليها كان سنة 2011. وماتيز تعتبر بديلة لدايو تيجو اللي ما استمرش وما تمش التنفيذ عليها وتسويق لانتشارها. الماتيز اتصنعت في كوريا الجنوبية وتم التجميع في كذا دولة زي رومانيا وإيران وأوزبكستان والهند وباكستان، من تصميم المهندس الإيطالي جورجيو، واللي صمم أغلب عربيات دايو، وكانت بتيجي بتصميم مختلف تماما عن عربيات دايو التقليدية، وده بحجمها الصغير مع 5 أبواب، مع أول موتور نزل بيه في مصر وكان 800 سي سي 51 هورس باور 3 سلندر، وبعد كده نزل بموتور تاني انجكشن 1000 سي سي 62 هورس باور 4 سلندر دفع أمامي مع فتيس مانوال 5 سرعات. نرجع بقى لاصدارات العربيه، فالعربيه نزل بجيلين، الاول واللي كان من انتاج شركه دايو من سنه 98 ل 2002، ودي كانت بتنزل بكماليات اساسيه مع تكييف وانذار وسبويلر وكشافات شبوره اماميه. اما الجيل الثاني واللي نزل من جنرال موتورز واستمر بعد كده ل 2011 بنفس التصميم مع تعديلات بسيطه من شركه شيفروليه، فكان بينزل تحت اسم ماتيز 2 مع امكانيات وكماليات مطوره زي تعديل في الشبكه والاكسدام الامامي مع اضافه مرايات كهرباء، ده غير امكانيه طي المقاعد الخلفيه وده لزياده حجم الشنطه. لكن ما تمش تغيير في مواصفاتها، واللي كانت بتنزل بارتفاع متر 48 وطول 3 متر 50 وعرض متر 50 وارتفاع عن الارض 15 سم، مع طول قاعده عجلات 2 متر 34 وسرعه قصوى 145 كيلو بمعدل تسارع من 0 ل 100 في 17 ثانيه، وللاسف ده عيب من عيوب العربيه. اما بالنسبه لاستهلاك البنزين فكانت بتستهلك بمعدل 6.5 لتر لكل 100 كيلو، مع تانك بنزين بسعه 35 لتر وشنطه خلفيه بسعه 155 لتر وبتوصل ل 480، وده بعد طي المقاعد الخلفيه. واخر حاجه وزنها فكانت بتنزل بوزن 770 كيلو. ماتيز انتشر بشكل كبير جدا وسريع في السوق العالمي، خاصة في مصر وروسيا، وده لأنها اقتصادية وعملية جدا، ده غير مميزاتها اللي كانت بتديها الأفضلية على منافسيها في الوقت ده، فكانت بتيجي ب7 مميزات. أول ميزة الاقتصادية، فالعربية موفرة جدا في استهلاك البنزين، وزي ما قلت لك بمعدل 6.5 لتر لكل 100 كيلو، وده معدل ممتاز جدا. تاني ميزة قطع غيارها، فقطع غيارها متوفرة ورخيصة بشكل كبير. تالت ميزة سعرها يعتبر قليل بالمقارنة بعربيات تانية من نفس الفئة والإمكانيات. رابع ميزة إعادة بيعها، فالعربية بتتباع بشكل سريع وعليها طلب كبير في السوق، وده طبعا على حسب سعرها وحالتها. خامس ميزة صيانتها، وده لأنها بتتكون من قطع ميكانيكية سهلة ومش معقدة على أي صنايعي، لكن في مشكلة بخصوص صيانتها وهنتكلم عنها في العيوب. سادس ميزة اعتمادية الموتور والأجزاء الخاصة بالفتيس، واللي تعتبر معمرة إلى حد ما في حالة متابعة صيانتهم باستمرار. أما آخر ميزة تصميمها العصري والجذاب، ده غير الكماليات الحديثة اللي بتنزل بيها سواء باور أو إزاز كهرباء وتكييف وغيرهم. وزي ما المميزات دي خلت ناس كتير تشتري العربية وتقتنيها، إلا إن كان فيها عيوب بعدت ناس تانية عنها. أول عيب حوض العربية، وده لأنه ضيق جدا وبيصعب على الصناعية الشغل فيها برغم سهولة أجزاء الميكانيكية. تاني عيب، واللي من رأيي إن ده عيب غبي جدا في التصميم، فمن الطبيعي في أي عربية بتلاقي فلاشر الإشارات على جنبين العربية، إلا إن الماتيز الاشارات فيها جنب الكشافات، فتعتبر الى حد ما ملغيه. تالت عيب حجمها، واللي يعتبر قليل جدا على انها تكون عربيه عائليه، وبيخصصها اكتر انها تكون عربيه استعمال شخصي. رابع عيب تسارعها من 0 ل 100، وده لا تحس بيه وانت ماشي على طريق مع طلعه العربيه، فهتلاقي العربيه بطيئه جدا لحد ما تاخد سرعتها، لكن لو انت ما عندكش مشكله في التسارع وشايف انك هتتعود عليه مع الوقت فما يعتبرش عيب. خامس عيب نظام التعليق، فعفشتها تعتبر متينه وبتخلي العربيه تفتقد للراحه الى حد ما، وبالذات لو في سفر ومسافات طويله، ده غير انك هتحس بشكل كبير بالنار المطبات. اما اخر عيب وهو قدره وعزم الموتور، فهتلاقي بنفسك بتواجه مشكله مع المنحدرات، او لو حاولت تطلع بيها لاماكن اعلى او في كوبري او مطلع، فعزم الموتور للاسف مش هيساعدك قوي. انا عاوزك بقى تركز معايا قوي في اللي هكلمك فيه، لان ده خلاصة الفيديو.
لو سالتني عن دايو ماتيز فانا عن نفسي وبشكل شخصي ما برجحش تماما اي عربيه حجمها صغير، وشايف ان بسعر العربيه اللي حجمها صغير دي هتقدر تجيب عربيه اكبر، 4 باب وشنطه خلفيه ومساحات اكبر وموتور اقوى وغيرها من المميزات. لكن لو انت حابب نوعيه العربيات دي فبالتاكيد هرشح لك دايو ماتيز، واللي بتتميز عن غيرها من نفس النوع بامكانيات اعلى. بس في حاجه مهمه جدا قبل ما تنفذ وتشتريها، وهي ان العربيه دي سعرها قليل ومش عالي على الاطلاق، لكن وللاسف ناس كتير وتجار بيتاجروا بالعربيه دي وبيطالبوا باسعار عاليه وبيكسبوا فيها، وفي منهم اللي بيبيع ماتيز 1 بسعر ماتيز 2، ده طبعا مع فرق الامكانيات وفرق السعر ما بينهم. عشان كده لو نويت تشتري ماتيز يستحسن تجيب ماتيز 2 بالسعر العادل اللي يناسب حالتها وما يكونش فيه مبالغه، لان في الاول وفي الاخر دي عربيه استعمال شخصي. ولو عاوز تعرف عن عربيات كتير تابع معايا وما تنساش اللايك والسبسكرايب. سلام يا وحش.